إن كنت من الصائمين فقل آمين. اللهم تقبل صيامنا، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم ثبتنا على الطاعة والدين، اللهم يسر أمرنا، اللهم يسر أمرنا وأمر كل من تعسر أمره من المسلمين يا رب. اللهم آمين، اللهم آمين. حبيت أستفتح الفيديو بهالدعاء البسيط الصغير يلي بفرفح القلب. البركة طاعتكم، والله هيك يا رب يعيدوا علينا وعليكم بالصحة والعافية ورمضان كريم. كيفكم يا حبايب قلبي؟ والله اشتقت لكم كتير كتير كتير. اشتقت لكم كوميات، وحسي حالي أنا بيركي هيك ما عندي ليه شغلة ولا عملة بهالفترة هي يلي تركتكم فيها. بس أنا برمضان صبايا، أنا يعني قبل هالمرة كتير نزلت برمضان وعملت سلسلة رمضان، يعني من أول يوم مثلا ل10 يوم وهيك. بس بصراحة هالمرة ما عم بنزل برمضان. هلأ رح بحكي لكم ليش، بس حبيت هيك أفرجيكم أجوائي الرمضانية. هاي اللي زينة أول يوم رمضان، بس مثل ما قلت لكم لأني ما بصور وما بنزل، فيعني ما نزلت لكم الزينة تبعيت رمضان. فبس هيك يعني أخذت لقطة وعفتها، قلت بس بدي أنزل فيديو رح بفرجيكم زينة رمضان تبعيتي. هلا أول شي رح بستفتح الفيديو بمعروك رمضان كالعادة. أنا هون أول مرة هلا عم بعمل معروك رمضان. مثل ما شايفين أول الحركة بدي أعملها هي بدي أعمل المحسن. صبايا المحسن بتعملوه للعجينة، بتضل العجينة طرية وما بتنشف أبدا، بتطلع معكم ممتازة. مثل ما شايفين حطيت شوية مي للتعيين، وحطيت معلقة طحين، ورح بحركن على نار هادية لوقت ما يصير معي القوام كريمي. يعني مو شرط تغلي، عرفتوا صبايا؟ بس صار معكم القوام كريمي مثل ما شايفين بتشيلوها من على النار، بتتركوها على طرف لوقت ما تبرد. كون نحن هون راح نحضر عجينة المعروك. بالنسبة أنا لعجينة المعروك تبعيتي، أنا البركة حطيت 1.5 كيلو طحين، لأني أول مرة عم بعمل معروك، فيعني مشتاقين للمعروك. وعملت عملت بالجبنة وعملت بالتمر وشكلت يعني، وعندي جارتي سكبتلها، وعندي هون كنتي وابني وابن اختي وكلياتنا يعني، فكترت هون معروك. المهم حطيت 1.5 كيلو طحين. بالنسبة لكمية تبعيتي حطيت معلقتين كبار محلب، وحطيت معلقة يانسون ومعلقة شمرة. هدول ما بيصير بلاهن، هدول أساسيات للعجينة. وعندي سمنة عربي ضفت معلقة، يعني معلقة كبيرة بس ما لا يعني ملانة، عرفتوا؟ ضفتها سمن عربي بتعطي نكهة كتير طيبة. وحطيت ظرفين فانيلا مشان الطعمي. ومثل ما قلت لكم صبايا بالنسبة للمنكهات أنا حطيت محلب ويانسون وشمرة فقط لا غير، عرفتوا؟ مشان ما تخربتوا. إن شاء الله رح بكتب لكم المقادير بصندوق الوصف، تفوتوا على صندوق الوصف وبتشوفوا المقادير بالنسبة للكيلو ونص. وأنا رح بنزل طريقة تانية بمقطع قصير، رح نزله شورت على قناتي إن شاء الله بطريقة تانية مختلفة بكمية أقل إن شاء الله وتعالى. شايفة هاي السمنة العربي. وهلا كمان ضفت زبدة مع السمنة العربي اللي ضفتها للنكهة، كمان ضفت زبدة. وهلا هون رح بخلطهم مع بعض كتير منيح، بفركم بإيدي طبعا مع المحسن، نحط المحسن كمان. وضفت 2 كوب سكر مثل ما شايفين، رح بخلطهم مع بعض وبعدها بحطهم على يعني العجانة تبعيتي. بالنسبة لي أنا رح بعجنهم على العجانة، وانتو بإمكانكم يعني تعجنون على ايدكم، مو شرط العجانة يعني، عرفتوا؟ هلا هون ضفت البيض، 3 بيضات حطيت، وضفت المحسن مثل ما شايفين، وراح هلا بحطهم على العجانة وبعجنهم كتير منيح. طبعا مع شوية خل، ضفت مثل ما شايفين معلقة، حطيت معلقة صغيرة خل مشان الزنخة. هلا هون رح بجرب الخميرة. أنا حطيت ظرفين خميرة مثل ما شايفين ومعلقتين سكر، وحطيت شوية مي
ورح بتركها 5 دقايق بس لوقت ما تعطي فقاعات. بس انعطت فقاعات رح بضيفها فوق الطحين. هلا بالنسبة لكمية المي رح بضيف المية الخميرة مثل ما شايفين، ورح برجع بضيف في فوقها كمان شوية مي تانية وبعجن فيها العجينة. طبعا بالنسبة للمي انتي لا تكتري، حطي شوي وعجني وانتي وعم تعجني بتشوفي القوام. اذا لازمة مي بتضيفي، ما لازمة خلاص كون اخذت كفايتها. هلا انا رح بحطها بالعجانه مثل ما قلت لكم، رح بعجنها على العجانه لاني 1.5 كيلو طحين يعني بدها كتير عجن. عرفتوا؟ وهي كميه المي يلي ضفتها. هلا رح بعجنها. هلا هون رح بضيف 6 معالق زيت، وهي عم تعجن ضفت عليها 6 معالق زيت لحتى لفت معنا وعطتني هذا القوام. شايفين؟ هلا رح بفضي منها الهواء مثل ما شايفين وبعجنها كتير منيح. هلا لوقت ما ترتاح العجينة رح أدردش معكم ليش ما نزلت برمضان مثل ما بديت ببداية الحديث. قلت لكم هلا رح بحكي لكم ليش ما بنزل. شوفوا لي هالقوام وهالعجينة كيف صارت. بسم الله ما شاء الله. النفخة اللي نفختها غير شكل. ايه هلا صبايا بدي احكي لكم انا ليش ما بنزل برمضان. لاني اخر فيديوهين نزلتهم كتير حلوات، كانوا كتير حلوات، بس صدقوا ما جابوا لي 300 مشاهدة. فانا وقت اللي ما جابوا لي 300 مشاهدة قلت خلص يعني انا ما بدي اتعب حالي برمضان. انا قلت لكم قبل هالمرة ان التصوير كتير صعب صبايا، يعني كتير بينما الأكلة بتخلص معك بساعة من دون تصوير، بينما بتطول 3 ساعات 4 ساعات بالتصوير. فأنا مالي مضطرة أهلك حالي برمضان وألتهي عن عبادتي وألتهي عن ختمة القرآن وألتهي عن حفظ القرآن مشان 300 أو 400 مشاهدة. يعني بصراحة مليت. هلا صبايا احتمال كبير يعني إني أفتح قناة جديدة. عرفتوا؟ احتمال كبير عم بفكر فيها. فيعني رح بعمل رابط ايميل، يعني ايميل قناة جديدة، ورح بحط لكم اياها دائما بالتعليقات المثبتة. يلي بيحبني يضيفني على قناتي جديدة. بدي اجمع عدد من المتابعين وبعدها ابلش انزل عليها محتوى جديد. لاني هاي قناتي ما عم بقترحها اليوتيوب ابدا، يعني معناتها فيها مشكلة. فانا تعبت وهلكت. فيعني خلاص بدي اوقف النشر فيها، بدي افتح قناة جديدة. بس هلا بدي اتم مستمرة معكم لوقت ما يرجع متابعيني اللي موجودين هون بهاي القناة يروحوا على قناتي الجديدة ان شاء الله وتعالى. هلا مثل ما شفتوا هيك قطعتها، ويعني طبعا بعد ما رقيتها وزبطتها قطعتها هالقطع هاي مثل ما شايفين. هيك بتلفيها هي اللفة هاي بتحطيها بترجع لترتاح. سر العجينة المعروك صبايا هي سر نجاحها بإني تخليها ترتاح. كل ما تقطعيها تتركيها ترتاح، كل ما تشكليها تتركيها ترتاح. لو 10 دقايق بتعطي النفخة والنفشة وبتصير طرية من بعد ما تستوي بالفرن. عرفتوا؟ هلأ رح بشكل التمر بهذا الشكل. شوفوا بدي أنقل العجينة على صينية صغيرة لحتى يعني أعرف أشكل العجينة، كملت العجينة أشكلها. عرفتوا؟ بما أنه هون هاي الزاوية عملتها للتصوير مشان ما أنقل الكاميرا من مكان لمكان. صبايا كتير صعب نقل الكاميرا. فدائما يعني بثبت الكاميرا بمكان معين ويعني بشتغل عليها. اي صبايا مين ما شاف اخر فيديوهين نزلتهم، شوفوا لي اخر فيديوهين نزلتهم وسبتوا لي وجودكم بالتعليقات. قولوا لي جينا من هذا الفيديو تبع المعروك، وحطوا لي لايك. الله يجبر بخاطركم. ما تنسوا اللايك اساس كل شيء صبايا. يلي ماله متابعني على الانستا يتابعني على الانستا، كمان بنزل مقاطع قصيرة كتير حلوة. كمان رابط الانستا موجود بالبايو تبع صفحتي اليوتيوب. هلا مثل ما شايفين انا كيف عم بشكلها. انا عم بشكلها بهذا الشكل، وانتو كيف ما بتحبوا
بإمكانكم تشكلوها. هلأ رح بعمل ضفرة كمان، شوفوا معي الضفرة كيف رح تصير. هلا انا دهنت الصينيه زيت، واذا بتحبوا انتوا عندكم ورق زبده كمان يحطوا. انا ما حطيت ورق زبده، يعني دهنت بس الصينيه زيت، ومثل ما شايفين. وهلا عم بزينها. عندي سمسم ابيض وعندي حبه بركه، حبيت ازينهم. هلا الصبايا بدي اشكل الضفره وافرجيكم طريقه تشكيلها. شوفوا كيف بدنا نضفرها، شايفين؟ تغذية وحدة يمين وحدة شمال، وحدة يمين وحدة شمال، تفرجوا بتطلع معنا الشكل غير شكل. مين عمل معروك هلأ برمضان ونجح معه وطلع هيك لذيذ وطيب يكتب لي في التعليقات، وكل وحدة تكتب لي طريقتها في التعليقات كيف بتعمل المعروك، لأن المعروك له عدة طرقات، هي كلها بتشبه بعض بس في بعض الأشياء تختلف عن الطريقة التانية. شكلتها بهذا الشكل، وهلا رح بدهنها بيضة. ومثل ما قلت لكم إذا عندكم سمسم أبيض بإمكانكم تحطوه، وإذا كمان حبة بركة كمان بإمكانكم تزينوها تطلع غير شكل. وهلأ من بعد ما حطيتهم بالفرن على حرارة 150 أو 180 حسب فرنك انتي، كل وحدة وفرنة. طالعناهم شوفوا شكلهم بشهي. طبعا نحط لهم نقطة قطر أو شيرة، نحن حسب ما تقولوا له، ناس بقولوا له قطر أو شيرة حسب ما تحبوا يعني. وبتدهنوهم بهذا الشكل، وطلعت العجينة هشة وطرية غير شكل. شوفوا لي هذا الشكل، يا سلام بتشهي عن جد، بشهوا. تفرجوا. ان شاء الله رح بنزلكم طريقة تانية بمقطع قصير ان شاء الله وتعالى. بس ادعوا لي صبايا، ادعوا لي هيك، يعني برمضان انا بطلع بصير خارج التغطية. الله يرحمنا يا رب. يعني هيك بتغير روتيني وبتغير نشاطي وبتغير كل شيء بحياتي بشهر رمضان. شوفوا لي هالشكل وهالطراوي، شايفين؟ كنت انزلكم وصفة تانية، هي وصفة الدبابيس مع البطاطا بالفرن، كمان سويتها وطلعت بتشهي. بس مشان ما يطول الفيديو عليكم ما حبيت يعني اطوله اكتر من هيك. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتي. لا تنسونا من اللايك والاشتراك، ورمضان كريم، ونطروني بفيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم.